ايه ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن تريلر فينوم اللي لسه نازل. لو انت جديد في القناه ما تنساش تعمل اشتراك ودوسوا على زرار اللايك عشان الفيديو يوصل للناس كلها. ويلا بينا نبدا. معلومه صغيره، فيلم فينوم هو في عالم سوني السينمائي مش في عالم مارفل السينمائي، زي فيلم موربيوس وكريفن ذا هانتر. وهنبدا نشرح في فيديو لوحده ايه الفرق ما بين العالمين دول. التريلر بيظهر فيه ان فينوم وايدي بيكونوا على طياره، وبيظهر مخلوق اسمه زينوفاج بيهجم عليهم. بنعرف في التريلر ان الظهور المتكرر للسيمبيوتس على كوكب الارض انهم بيحاولوا يهربوا من حاجه، وبنعرف ان الحاجه دي هي نول. نول هو اللي خلق السيمبيوتس. كده كده في الفيلم هتبقى قصه حاجه تانية خالص، لكن احنا هنتكلم دلوقتي على اللي حصل في الكوميكس. كان اول ظهور لنول في الكوميكس في العدد الثالث من فينوم فوليوم 4 في اغسطس 2018. وفي الكوميك دي بنعرف ان نول هو فعلا اللي عمل السيمبيوتس دي، لانه اله وكان اقدم واحد في الكون كله، وكان قاعد في ضلمه الفراغ. ولما بدأ السيليسيز انهم يعملوا الحياة وبدأ انه يظهر النور، اعتبر ان الموضوع ده اهانة ليه شخصيا، فبدأ انه يعمل اول سيمبيوت على شكل سيف اللي هو الاول بلاك ذا نيكرو سورد، وبدأ انه يقتل السيليسيالز. بعد كده السيليسيالز نفوا نول، ونول استخدم راس سيليسيال كان قتله عشان يعمل كائنات سيمبيوتس تانية. وهو بيعمل كده ادى للسيمبيوتس نقطة ضعفهم اللي هي النار والصوت العالي. نول بيستخدم الجيش بتاعه من السيمبيوتس عشان يغزو العالم وينهي على انتشار النور والحياة، لكن السيمبيوتس بتتمرد عليه وبتسجنه في عالم صناعي اسمه كيلينتار، وبيحاولوا انهم يكفروا عن الغلطات اللي عملوها والدمار اللي سببوه، بس كانوا عارفين ان في يوم من الايام نول هيهرب. في التريلر سوني ما قالتش مين اللي هيمثل دور نول، وكمان مفيش اي تأكيدات على الفيلم او احداثه. بس اللي فاكرينه ان فينوم كان ساب جزء منه زي ما شفنا في الاندنج سين في فيلم سبايدر مان نو واي هوم. الفيلم عموما هينزل في اكتوبر 2024. قولوا لي في الكومنتات لو انتم متحمسين للفيلم ولا لا. ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم فيديو جديد. سلام.